اهلا بكم بفيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم عن المواد بتاعت السنه الاولى بتاعت الترم الاول والترم الثاني. في واحده طلبته مني وكمان الفيديو بتاع السنه اللي فاتت ما عجبنيش شويه، فقلت اعيده لكم تاني وبطريقه منظمه اكتر. بس قبل ما نبدا الفيديو حابه ارد على شويه كومنتات جات لي في الفيديو اللي فات، فيلا بينا. اول حاجه، انت لو جالك كليه بعيده او كليه محتاجه سكن او لا، الكليه لو تبعد عن بيتك مثلا ساعه او ساعتين، ساعتين او 3 ساعات، فخدي سكن. ده هيكون اريح لك بكتير، عشان الكليه مرهقه جدا. يعني بتطلعي مثلا الساعه 6 فهيكون صعب قوي انت تروحي وترجعي وتيجي في نفس اليوم الساعه 8، فهيكون صعب قوي. لكن ساعه ونص، نص ساعه، تلت ساعه، لا خديها عادي من غير سكن. تمام. المهم، لو جالك كليه بعيده فعملت تقليل اغتراب، ما نفعش تقليل الاغتراب فخدي سكن. تمام. الكليه هتبدا امتى؟ مش عارفه الكليه هتبدا امتى، بس هي 20/9. فتابع صفحه الكليه الرئيسيه بتاعتك. لو جالك مثلا اسكندريه، جالك طنطا، اي كليه، بتابع الصفحه الرئيسيه بتاعتها على الفيس. هي بقى بتنزل كل حاجه، ميعاد الكشف الطبي، الحضور امتى، ده كله. وكمان في كليات نزلت الزي بتاعها، فتروحوا تابعوا صفحه الكليه بتاعتكم على الفيس. تمام. بس كده، يلا بينا نبدا الفيديو. قبل ما ابدا الفيديو عايزه انبه على حاجه، ان المواد اللي انا هقولها دلوقتي مش كل الكليات فيها نفس المواد بتاعت الترم الاول او الترم الثاني. بتختلف من كليه لكليه، تختلف من نظام لنظام. يعني نظام الساعات المعتمده مش زي النظام القديم. في كليات لسه ما هتحطش على نظام الساعات المعتمده، فعلى حسب كل كليه. فاللي انا هقوله دلوقتي يعني كل كليه بتاخده، بس بتختلف من ترم لترم. يعني ممكن تاخدي الكاراتيه في الترم الاول وما ياخدوا في الترم الثاني كده. يعني بس انت هتاخدي ايه في المواد. انا بتكلم على حسب جامعه طنطا. هنبدا بمواد الترم الاول الاول. فاول ماده عندك مادتين نظري في الترم الاول، ماده اناتومي وماده علم حركه. معلش الصوت اللي بره. تمام. اناتومي اللي هو التشريح، وعلم الحركه. بنركز في المادتين دول جدا. هم نظري بس، ما فيهمش محاضرات عملي، ما فيهمش امتحانات عملي. بس الشفا في اخر السنه، وورقه النظري اللي هي في اخر السنه بس. تمام. وبقى امتحانات اللي هي الميد تيرم، امتحانات اللي الدكاتره بتختبرك فيها، ده كله. فالمادتين دول اكتر حاجه بتخليكي تشيلي في الترم، فركزوا فيهم جدا 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 جدا. تمام. بعد كده ندخل بقى على المواد العملي. المواد العملي دي بتاخدوها نظري وعملي، وبتمتحني فيها الشفوي وعملي ونظري كله، يعني وشامل كل حاجه. تمام. وميد ترم، فكل ده. فنبدا في المواد العملي. ماده التمرينات والعروض الرياضيه، من التمرينات من امتع المحاضرات اللي انتوا هتحضروها في الكليه هي. وماده التعبير الحركي هي عندكم في الترم الاولاني هي كمان. فمن امتع المحاضرات اللي انتوا هتروحوا الكليه، عشان عارفين هي بتختلف من دكتوره لدكتوره. ممكن دكتوره تكون صعبه شويه، ممكن دكتوره تكون حلوه شويه، فتختلف من دكتوره لدكتوره، بس حلوه. يعني فيها موسيقى، هتحبوا المحاضرات. انتوا اصلا هتروحوا الكليه في اليوم ده عشان المحاضرات دي. من امتع المحاضرات اللي انتوا هتحضروها في الكليه حرفيا هي. والتعبير الحركي بالذات، باليه، عروض، اسكندراني، فلاحي، صعيدي، من امتع المحاضرات اللي هتحضروها في الكليه حرفيا. دي برضو في اخر السنه بتمتحني عليها عملي. يعني بتكون انتوا شعبتك مجموعه بتمتحني، بيكون لكم عرض في اخر السنه بتعملوه مع بعض، وبيكون الدرجه جماعيه. يعني في منها فرضاني، زي مثلا بتعملي نط الحبل لوحدك، جمله الستيب لوحدك اللي هي بتكون بصندوق. دي كلها بتكون فرديه، بس العروض والباليه والحاجات دي كلها بتكون جماعيه انت وشعبتك. تمام. يعني انتوا وستك تكونوا كده حلوين مع بعض، عشان الدرجه هتكون جماعيه. بعد كده عندك مادتين برضو بتمتحنيهم عملي ونظري وشفوي، كل ده. تمام. الشفوي برضو هتفهموه في الكليه ازاي. بعد كده عندك كمان مادتين بيكونوا تقريبا شبه بعض. عندك ماده تربيه حركيه وماده العاب ترويحيه. هما الاثنين نفس الفكره، بس الالعاب الترويحيه بتكون العاب كبيره شويه، والتربيه الحركيه بتكون الالعاب الصغيره. يعني مثلا ازاي تبتكري لعبه للاطفال وانت في مدرسه، ازاي تبتكري شويه، مثلا تعملي كنزات كده من الرمل بازايز، تزينيهم بطريقه حلوه الاطفال يلعبوا، تكون شكلها حلو الاطفال يلعبوا بيها. فبتكون بالفكره دي. تمتحني برضو عليها نظري وعملي وشفوي. الالعاب الترويحيه بتعملي انت وشعبتك، برضو انت وشعبتك. يعني المواد دي اغلبيتها بتكون جماعيه قوي، انت والشعب اللي معاكي، انت والمجموعه اللي معاكي. تمام. الالعاب الترويحيه برضو نفس الفكره، بس العاب بقى كبيره. يعني بتعملي مثلا لعبه كبيره بقى، اللي هي مش اطفالي بقى، لا. انت بتجيبي مثلا صابون، يعني حاجات كده حلوه قوي. مثلا مشمع على صابون تزحلق، اول الحاجات دي بتكون حلوه قوي. برضو ممتعين قوي الصراحه. برضو عشان ما ننساش ان الولاد بياخدوا كره قدم بدل، يعني الولاد لهم كره قدم والبنات لهم تعبير حركي. تمام. البنات ما لهمش كره قدم. مش عارفه كل الكليات كده ولا لا، بس
في نظام الساعات المعتمده، ومش شايلين كره القدم من عندنا. هي ماده اختياريه في سنه رابعه بتختاريها، يا اما تعبير حركي يا اما كره قدم للبنات لو انت عايزه تختارها يعني. لكن في الترم الاولاني انت بتاخدي تعبير حركي للبنات وكره قدم للولاد عشان ما ننساش. عندك برضو مادتين مصارعه وملاكمه، سهلين جدا على فكره، وبتاخدوا حركات بسيطه في اول ترم وكده، فبتكون سهله. هتوجعك ظهرك ممكن يحصل كسر، الحاجات دي كلها، بس هتكون سهله يعني معاكم. عندك برضو السباحه من اهم المحاضرات اللي هتاخدها طول الاربع سنين. في مثلا ترم اول سباحه، ترم تاني جمباز، ترم اول سباحه، ترم تاني جمباز خلال سنه رابعه. تمام. السباحه من المحاضرات المهمه جدا جدا جدا، ان انت تحضريها، ان انت تنزلي الميه، ان انت تنزلي تمرين. من اهم المحاضرات اللي انت حرفيا بتكون صعبه شويه عليكم في الفتره الاولى لو انتم مش متعودين على السباحه ونفسكم قصير. انزلوا تمرين. تمام. برضو لها عملي، كل المحاضرات دي لها عملي ونظري، عملي ونظري، امتحانات عملي ونظري وشفوي، عمل ونظري وشفوي، كل ده. الماده الاخيره ماده مسابقات الميدان والمار، دي كلها في الشمس، فخدوا معاكم الكاب بتاعكم، الصن بلوك، ميتكم، اكلكم. في المحاضره دي بالذات لازم تكونوا متغذين جدا جدا جدا، عشان دي المحاضره الوحيده اللي بيكون فيها جري ووثب عالي ووثب طويل وحاجات كتيره جدا. وفي الشمس يعني المحاضره حرفيا في التراك. تمام. فخدوا معاكم كل حاجه تحتاجوها من في الشمس، يعني تحميكم من الشمس. عندك كده في الترم الاولاني 10 مواد. ندخل بقى على الترم الثاني، برضو عندك 10 مواد برضو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مواد برضو في الترم الثاني. عندك 3 مواد منهم نظري، مدخل علم نفس، مناهج تربيه رياضيه، وعندك فسيولوجي. تمام. الفسيولوجي ده زي من مواد التشريح اللي هي كلها بتنقسم تندرج تحت قسم علوم الصحه. تمام. ما بيخليش من اي سنه، ما بتخليش من اي ترم، لازم تاخدي ماده منهم كل ترم. تمام. من قسم علوم الصحه ده. عندك 3 مواد نظري، منهج التربيه الرياضيه، فسيولوجي، علم نفس. العلم النفس ده عن نفسيه، العلم النفس الرياضي، ازاي تحسني من نفسيه اللاعب وهو بيتمرن، ازاي هو داخل البطوله تحسني من نفسيته وتعرفي المشاكل بتاعته النفسيه ايه او خايف من ايه، والحاجات دي كلها ده بيكون دورك. بعد كده الفسيولوجي حاجه من قسم علوم الصحه، ومنهج التربيه الرياضيه اللي انت لازم تتعلميه لو انت في كليه التربيه الرياضيه. مش فاكره الماده ايه بس يعني حاجه زي كده. عندك بقى نشيل 3، عندك 7 مواد عملي. تصدق عندك ماده رابعه كمان، يعني 4 مواد نظري في الترم الاولاني. في الترم الثاني عندك مدخل تدريب رياضي، مدخل علم نفس، منهج تربيه رياضيه، فسيولوجي. 4 مواد نظري في الترم الثاني. بعد كده 6 مواد عملي، تنس ارضي وتنس طاوله. تنس ارضي وتنس طاوله دول مادتين مع بعض، بينقسموا الدرجه على 2، يعني 15 و15، فالاثنين مربوطين ببعض. تمام. عندك مبارزه، سلاح شيش، والحاجات دي كلها برضو محاضرتها حلوه قوي، وفيها حاجات بالفرنساوي، الفرنساوي اللي خد فرنساوي هيفيدكم جدا. عندكم جمباز، جمباز مش قلت لكم هتاخدوا الترم اول سباحه والترم الثاني جمباز، الترم اول سباحه والترم الثاني جمباز، فعندكم في الترم الثاني بدل السباحه هتاخدوا جمباز. تمام. كاراتيه، عندك كاراتيه برضو من الالعاب القتاليه برضو اللي هي زي المصارعه، هتاخدوا الترم الثاني كاراتيه. هتجيبوا بدله كاراتيه، عشان كده بقول لكم ما تشتروش حاجه الا لما تشوفوا المواد اللي عليكم ايه. تمام. تاني كرة الطايرة زي برضو هتكون في الشمس، التنس الأرض والتنس الطاولة. التنس الطاولة هتكون في صالة مغلقة، التنس الأرض في الشمس، كرة الطايرة برضو في الشمس. ف ميتكم أزازكم معاكم. ميدان مضمار بتاخدوه كل ترم، ميدان مضمار هتاخدوه ميدان مضمار 1، ميدان مضمار 2. تمام. برضو في الشمس. نصيحة، احضروا كل المحاضرات، ما تسيبوش ولا محاضرة، بالذات في السنة الأولى. اعرفوا نظام الكلية ماشي ازاي عشان ما تصدموش في الآخر. اغلبيه اللي بيشيلوا في السنه الاولى بالذات، عشان ما يكونوش عارفين النظام ويكونوا مستهترين ده كله. فاحترموا محاضراتكم، عاملوا الدكاتره هتعاملوها باحترام، هتبادل كل احترام. خليكم في حالكم، يعني بصوا اعملوا اللي انتوا عايزينه، خليكم في حالكم، استمتعوا فتره الكليه جدا جدا جدا، احلى فتره في حياتكم، حتى لو في خناق وكده هتكون احلى فتره على فكره في حياتكم. وبس كده، ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، واي كومنت محتاجين تعرفوه اكتبوا تحت في الكومنتات. وبس كده، باي.